بالذات ايضا في الارجنتين يفكر دفاعيا اكثر، وهذا طبيعي من برشلونه. وهذا فابريجاس كره عرضيه، وهذا هدف اول للبرسا، هدف اول من امضاء داني ألفيش في الدقيقه 36. اذا تسفر في النهايه محاولات برشلونه وسيطرته عن هذا الهدف الذي ربما جاء من ثالث فرصه فقط في اول 36 دقيقه، ولكن عن استحقاق. هدف يتماشى مع اتجاه اللاعب، وتحيه من داني ألفيش على الكاميرا يقول 2. بالمناسبه هذا ثاني هدف لداني ألفيش في الدوري الاسباني هذا الموسم، هذا هو الهدف الثاني في الليغا هذا الموسم لداني ألفيش البرازيلي. لاحظوا كيف 1 ميسي مع الكرة، تصحيح لأن انيستا كان في التسلل، يعطيها لفابريجاس، 3 لداني ألفيش ثم في المرمى. إذا 1 2 3 ميسي فابريجاس داني ألفيش، تفاهم كبير بين الثلاثة. سيميوني بردا رأسية وركنية ومتابعة وهدف التعادل عن طريق فالكاو لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 49. هدف مفاجئ، احتفال لجماهير أتلتيكو مدريد، وبالتالي ينجح أتلتيكو في تسجيل عودة مبكرة في الشوط الثاني. بصراحة هدف بدون مقدمات، هدف 15 يعني كيف بدون مقدمات؟ يعني جاء من ركنية من كرة ثابتة نعم، ولكن ليست هناك سوابق، ليست هناك أحداث سبقت هذا الهدف توحي بأن أتلتيكو مدريد قادر على التسجيل. هنا غلطة، كانت غلطة من أطول لاعبي الوسط من سيرجيو بوسكيتس، لعبها برأسه وذهبت إلى فالكاو المنفرد بالحارس بدون رقيب. لاعب يتركه منافسه يذهب وحيدا، ولاعب مثل فالكاو لا يترك، لا تترك لاعب مثل فالكاو وراءك. هذا يعني مأخذ كبير على دفاع برشلونة. فالكاو في الدقيقة 49 يحرز هدفه الأول ضد برشلونة. إبراهيم أفيلاي وتصويبة في المرمى، هدف ثاني رائع، هدف ثاني رائع لبرشلونة، هدف مستحق بصراحة. وهنا فرحة جوارديولا، وهذه أول مرة نشاهد تشافي هرنانديز والتصويب على منطقة المرمى بهذا القدرة ميسي. إذا ميسي هو الذي صوبها، ماذا يقول الحكم وماذا يقول لاعبو أتلتيكو؟ لا، في إنذار وربما تكون أيضا نعم إنذار لميراندا. هدف ثاني لبرشلونة، الهدف من إمضاء ميسي في الدقيقة 81 من ضربة حرة مباشرة. إذا ميسي تشافي، لاحظوا ميسي بيسراه يرسلها رائع على طريقة رونالدينيو. ميسي يصوب كرة مقوسة من حافة منطقة الجزاء بيسراه إلى المقص الأيسر تماما، الحارس بلا حراك، وميسي كأنه يخفي بوجهه بابتسامة يعني يريد أن يضحك على الحارس. بالفعل رغم طول قامة الحارس، رغم أنه يقترب من المترين، لكن ميسي لاحظ كيف بالمقاس أرسلها أين في المقص الأيسر. رائعة، هدف ثاني لبرشلونة ولا أحلى.